بنات شلونكم وشلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وصيام مقبول. واليوم حبيت أشارككم هاي الوصفة مالت الكباب أو العروق. هاي المكونات مثل ما قاعد تشوفون. عندي هنا لحم مفروم، عندي هنا 3 بصل، عندي 2 شجر نظفته، وعندي هذا من البصل الأخضر، وعندي هنا ثوم 5 فصوص 6 توم، يعني جيل تحبون تخلون. وعندي هنا كرفس راح أثرمهم وأراويكم. هاي المكونات بعد ما ثرمتهن، ثرمت الكرفس وثرمت الشجر وثرمت هنا البصل. هسه نجي خليت عندي هنا هذا اللحم كمية موجودة، نضيف البصل نضيف هاي المكونات وأضيف التوابل الموجودة عندي. وخلي الملح رشة تقريبا ملعقة هيك شي. بعدين ورا ما أخلي الطحين أشوف الملوحة مالته همينة أضيف له. هاي المكونات كلها نمزجهم وبعدين نضيف الطحين بالتدريج. بالنسبة للطحين أستخدم هذا، بس مثل ما قاعد أشوف إنه هذا كيس كيلوين، أنا عندي تقريبا نص كيلو بيه. راح أضيفه وأعجن وياكم لحد ما نوصل للقوام اللي نريده. طبعا هاي الطريقة مالت الكباب أو العروق، يعني ما أعرفكم ما كانتوا شنو تسموها، ما سويتها قدام أحد وأحد ضايقه وما عجبته. كلش طيب، بالأخص يعني الثوم وياه نضيف النكهة كلش طيبة. وهاي هسه نعجن نمزج هاي المكونات. طبعا نضيف مي بالتدريج شوية شوية ونعجن. وهاي يطلع شكله بعد ما عجنته ومزجت المكونات كلها. وهسه نسوي قدامكم بدون زيت بدون قلي يعني، ونسوي قدامكم همينة بزيت، وإن شاء الله يعجبكم. جربوها وما راح تخسرون شي بفوائد هواية، لأنه يعني الشجر. إذا مثلا عندك فلفل تحبين ضيفيه، بس البوتيتا والباذنجان ذني أبد، يعني من تخليه بالثلاجة أو مثلا تحطيه فترة يعني يصير بيه لون وطعم ما طيب. فهاي المكونات مثلا فلفل، الشجر، مخضرات مثلا معدنوس، كرفس، يعني هاي شغلات الإضافات بها مجال. وهاي نسوي قدامكم هسه هذا بالزيت وبدون زيت، وإن شاء الله يعجبكم.